او مش كل يوم لحمة وفراخ، لازم نمشي يوم كده ويوم كده. مش الاكل المتكلف بس هو اللي بيفتح النفس، كل الاكل الحلو برضو بيفتح النفس. تعالوا بقى اوريكم الاكلة الحلوة دي عملناها ازاي ومشينا يومنا ازاي. نبدأ كده اليوم بتاعنا، نصلي على النبي ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وحشتوني قوي 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 من الفيديو اللي فات. كده دخلت على المطبخ، كنت طبعا مشطبه المطبخ من قبلها بعد الفيديو اللي فات، يعني كنت خلصت بقى الاكل وكده وكلنا، وشلت الزيادات بقى في التلاجة والكلام دوت، وشطبت المطبخ. فقلت ارص المواعين كده اللي على الرخامه، ان انا مثلا سايباها تتصفى، لان طبعا ما بحطش المواعين في المطبخ بميتها، عشان خاطر بقى ما تعملش ريحه في المطبخ، ما تلمش حشرات، ما تعملش حاجات من دي. طلعت بقى كده الحاجات، انا دخلت في الاكل على طول. طلعت بقى الحاجات اللي من بواقي التلاجة كده، عملنا اكل عظمه عظمه. انا بقى بصوا بحب الاكله دي قوي. المهم كان عندي كده بقى بطاطسيتين في الدرج بتاع التربو، وجبنا طماطميتين كده، وكان عندنا برضو بتنجانتين كده، اخر تشطيب اخر التسويقه يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا على النبي كتير. لازم نعمل برضو اكلات، ننوع في اكلاتنا كده، مش ان احنا دايما فراخ ولحمه وسمك وكده بس، لا، ننوع في اكلاتنا وان احنا برضو يعني احنا كده ستات بقى بنخترع في الاكل علشان خاطر يطلع احسن حاجه. طبعا الاكله دي ما بيختلفش عليها حد اصلا، المسقعه دي ما بيختلفش عليها حد. وهعملها لكم النهارده بقى بتركه، يعني مش تشبعوا منها. تعملوها كده وتحطوها في علبه وتحطوها في التلاجة، وكل يوم على الفطار كده تطلعوا حته، مش هتشبعوا منها. المهم البتنجان دوت بقى ابيض كده زي قلوبكم البيضه. وجبنا بتنجانتين كده، قطعتهم مكعبات كده، بس تكون المكعب يعني مليان شويه، وكم قرن فلفل كده حراق. هي المسقعه دي متتاكلش غير وهي مشطشطه كده. وطبعا بقى والبطاطسيتين اللي انا قشرتهم في الاول. مفيش بطاطس عادي، بتمشي بتنجان وفلفل كده وخلاص. قشرت بقى فصين توم، لزوم برضو الاكل وكده. كنت حاطه كده حله على البوتاجاز فيها ميه تغلي، نزلت فيها بحبه ملح، ونزلت بقى بالمكرونه. كان عندي كيس كده كنت واخده منه حبه، وفتحت معاه كمان كيس كمان، وسبتها بقى مع نفسها كده. ننزل بقى برضو بالبطاطس كده في الطاسه ورا، علشان خاطر كله يعني يشتغل مع بعضه ونخلص كله. طبعا بقى المكرونه بتطلع رغاوي كده ومش عارفه ايه. كنت قافله الغطا بتاع الحله، بهدلت البوتاجاز ميه. المهم كده بقى المكرونه اتسلقت والبطاطس اتقلت. ننزل بقى بالبتنجان. طبعا البتنجان كنت ارش عليه حبه ملح كده، عشان بينزل الميه بتاعته، ما ياخدش وقت في القليه، وفي نفس الوقت ما يشربش زيت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نطلع برضو البتنجان كده والفلفل، نطلعهم بس في مصفى عشان ينزلوا كل الزيوت اللي فيهم، عشان لما تنزليهم في الصلصه بتاعه المسقعه وكده، ما يبقاش كلها زيت كده، تحسي ان انتي بتاكلي زيت اصلا. لا، تسيبيها كده تتصفى براحتها قبل ما تخلصي بقى الاكل وكده. المهم حطيت هنا حبه زيت بقى، وحطيت فيهم معلقه توم كبيره، واسيب بس كده التوميه تصفر شويه، اروح نازله عليها ببق خل كده. بصراحه بيودي المسقعه والمكرونه بطماطم في حته 13 خالص بجد. ونزلت بقى ببابريكا وكمون وكزبره وحبه ملح وحبه فلفل اسود، وسبتها بقى تتسبك لوحدها. هي كده كده المكرونه والمسقعه تسبيكه واحده، فحطيتهم كده في حله واحده بقى
ولما تتسبك ابقى اخد للاتنين وكده. لميت بقى حبة المواعين اللي طلعوا مني وكده، قلت بقى ايه اغسلهم كده وانا واقفة، عشان خاطر لما اطلع من المطبخ يبقى الدنيا فله يعني. صلوا على النبي كتير كده بجد يعني اليومين دول بنسمع اخبار مش احسن حاجة كده، مخليه الواحد بصراحة يعني نفسيته مش حلوة. اطفال صغيرين بيموتوا، والحادثات اللي بقى عمالة تحصل والحاجات دي. يا رب يعدينا منها على خير، ويبعد عننا وعنكم الشر يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يبعد عننا الشر ويبعد عننا الحاجات الوحشة يا رب، والفواجع بتاعة الدنيا، وما نشوفش في أي حد غالي عنا حاجة وحشة يا رب. ولا السرقة بقى، خلي بالكم من الأطفال. أنا بسمع حاجات أقسم بعز الجلال اللي أنا بخاف. أنا الباب لما بيتفتح أنا بقفل باب بالشقة بالمفتاح، بشيل المفتاح عشان لا قدر الله لو حد خبط علينا الساب بيجري على المفتاح يفتح الباب وكده. بخاف مع ان في ناس قدامي وعلى طول فاتحين بابهم وكده انا بتونس بيهم وكده، بس برضو بخاف. دخلت بقى خلصت كده المواعين، ربنا ما يجيب لناش حاجة وحشة يا رب، ولا احنا ولا انتم. كده خلصت المواعين بقى وكده، فقلت والاكل على البوتاجاز كنت غاسله قبلها بيوم زي ما كنت بقولك، كنت غاسله المواعين وكنت غاسله البوتاجاز بقى ومشطبه المطبخ وكده، فكنت شايله الحاجات بتاعه البوتاجاز. فقلت بقى بالمره اغسل المواعين، اغسل البوتاجاز مطرح ما تبهدل مطرح الاكل وكده. وانا اصلا عندي فوبيا من موضوع البوتاجاز ده، ما بحبوش يتبهدل طول ما انا واقفه كده، وبالذات هو بقى سخن. لو الفرن بقى شغال بيخلي الفرن مش بياخد، الفرن بيحمل الصاجة اللي فوق، فبيخليكي لما تيجي تغسليه مبياخدش معاكي وقت، واي دهون مثلا ماسكه فيه او حاجه زي كده بيطلع في ثانيه. ودلوقتي اصلا كان هو سخن بقى مطرح ما كان البوتاجاز شغال وكده، فقلت استنهزها فرصه عشان خاطر لو سبته كده مكان فوران المكرونه وكده هينشف، فمش هيبقى احسن حاجه. ربنا يدينا الصحه والله، الواحد اصلا صحته الحمد لله يا رب. الجو حر مع العيال مع كده، الحمد لله يا رب، الحمد لله ان احنا بنقدر ان احنا نعمل اكل لعيالنا ونقف في بيتنا وكده. لما بيكون اصلا النفسيه وحشه مش بتعرف تعمل اي حاجه. المهم كده خدت كبشتين بس كده ايه من الصلصه على المسقعه لحد ما لقيتها بس كده مظبوطه، قلبتها تقلبتين كده، حسيت ان هي خلاص مش عايزه صلصه تاني، خلاص كده سبتها بقى وولعت بس عليها النار واطيه خالص عشان تشرب من بعضها، وبعدين طفيت عليها. المسقعه دي ما تتاكلش غير ساقعه على فكره. سبت ساعه الاكل اول يوم بناكلها وخلاص، احطها بقى في التلاجة وتاني يوم بقى تستمخي بيها ساعه الفطار بقى. المهم نزلت برضو بكميه الطماطم كده في كميه المكرونه على الصلصه الباقيه، وبالهنا والشفا على قلوبنا وقلوبكم يا رب. واكله هنيه بتكفي 100 والحمد لله. وكل الاكل اللي طعم وبسم الله ما شاء الله، ربنا بيحلي الاكل يعني، بيحلي الاكل للناس يعني. المهم دخلت كده بقى على الرخامه، لميت اللي عليها على طول كده، ومطرح الاكل بقى والكلام دوت، مطرح ما انا يعني قشرت الحاجه كده على الرخامه، لميت بقى اعزكم الله الزباله الفضلات اللي طالعه من الاكل يعني، ومسحت كده بقى الرخامه. زي ما انتم متعودين معايا ان انا بحب اطلع من المطبخ، مفيش حاجه في المطبخ غير ايه، ممكن بقى بعد الاكل الواحد بينتخ كده ومبيبقاش اصلا عايز يقوم يعمل حاجه. قمت ما قمتش خلاص، لان طبعا في الصيف ده مش دايما بنشرب شاي بعد الاكل. ف قمت بقى عملت حاجه وصبنتهم، ما عملتش خلاص بقى بأنتخ بقى.
بيبقى بقى طبعا ارهاق اليوم كله. وطبعا انا بعمل اكل اصلا متاخر، يعني مثلا بيبقى الساعه 9 بالليل على جيت جوزي من الشغل الكلام دوت. فايه بي ببقى خلاص بقى اليوم كله ارهاق بقى ومناهدة، وبين بقى اودي درس شغل البيت الكلام دوت. فبيبقى خلاص بقى طاقتك خلصت، عايزة تقعدي بقى وكده. المهم بقى اصلا شغل البيت ما بياخدش مع الواحد وقت وكده، بس ايه ربنا يهدي العيال ويدي الواحد الصحة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قلت بقى اغسل كده الطبقين قبل ما اطلع، وكده كنت خلصت بقى الحوض بقى والاكل والحاجات اللي طلعت من مثلا المصفى اللي طلعت من اللي كان فيها المكرونه. الحاجات اللي اللي كنت مطلعه فيها البتنجان والفلفل والحاجات دي. وخلاص خلصنا اللي ورانا وما عادش ورانا حاجه. و... وكده الاكل كمان خلص، نغرف بقى الاكل بتاعنا. حطيت كده طبقين مسقعه، هي غرفتها كده في طبقين، ونفس النظام طبقين مكرونة. وعملت بقى طبق جبنة بطماطم كده. وايه تاني يا ربي، طلعنا بقى طبق مخلل كده وخلاص. اسيبكم بقى في رعاية الله، متنسوش اللايك والكومنت الحلو منكم. و... ويا ريت بقى تعملوا مشاركة للفيديو عشان يشوفوا اكبر عدد من الناس وكده، وقناتي تكبر بيكم ان شاء الله. نسخن بقى كده عيش، نرص بس الاكل كده على الصينيه وخلاص كده. نطلع بقى ناكل ونشوف حياتنا واسيبكم في رعايه الله. مع السلامه، باي باي.